مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء المستهل بالعناوين. جهود لمكافحة تحديات من صنع الإنسان في إريتريا. إريتريا تشارك في اجتماع المجلس الوزاري للاتحاد الإفريقي. حل مشكلة المياه في نقفة. مقتل 20 في شمال بوركينا فاسو على يد جماعات مسلحة. ترامب يهدد برد قوي حال فرض جمارك أوروبية. وبوتين يقترح تمديد العمل بمعاهدة نيو ستارت لعام إضافي. السلام عليكم ورحمة الله. صرحت وزارة الزراعة في البيان الصادر بمناسبة اليوم العالمي للغذاء الذي يصادف 16 من أكتوبر بأن إريتريا تسعى جاهدة لمكافحة تحديات طبيعية ومن صنع الإنسان عبر القاعدة الجماهيرية والجيش. وذكرت وزارة الزراعة في البيان الصادر تحت عنوان فلنعمل معا لاستمرارية التغذية السليمة وتأمينها بأن جوهر سياسة الحكومة الإريترية في الزراعة تتمثل في التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الحديثة، وتعمل الحكومة بالتركيز على الأبحاث الزراعية وأنشطة التنوع الزراعي وإنشاء المتطلبات التي تعزز الإنتاج والجرارات الزراعية ومراقبة الأنشطة الزراعية والإرشاد، وكذلك تنظيم دورات تدريبية وتعليمية تقدم دعما كبيرا للمزارعين لتحقيق هذا الهدف. وأفاد البيان بأن أعمال حماية التربة وحفظ المياه وبناء الخزانات أصبح أولوية وركيزة لكافة الأنواع الزراعية الوطنية، وتم بناء حوالي 1000 سد صغير منذ فجر الاستقلال في كافة ربوع الوطن، وكذلك سدود متوسطة واستراتيجية، وينمو أكثر من 60 ألف هكتار عبر مختلف أنواع الري التنقيطي والري بالطلمبات والري الفيضي. وأشار البيان إلى أن الجهود الجارية لتوفير الخضروات والفواكه وكذلك توفير العلف الحيواني حققت تطورا ملموسا، فيما حققت أنشطة توفير البذور المحسنة وتربية الحيوانات ومضاعفة المشتقات الحيوانية نتائج مشجعة رغم أنها تسير بخطى ثابتة. وذكر البيان جريان العمل لوضع استراتيجية واضحة لتطور برنامج الزراعة الأسرية المصغرة الذي أدخلته الوزارة خلال السنوات الأخيرة لضمان تأمين الغذاء والتحول إلى الزراعة النقدية الصغيرة والمتوسطة بهدف التصدير، إضافة إلى تأمين الأغذية المحلية السليمة. في الختام أكد البيان تحقيق برامج واسعة وكبيرة خلال الفترة المقلقة التي نعيش فيها جراء جائحة كوفيد-19، وأخذا في الاعتبار لكافة أنواع الاحترازات بدءا من التصدي لغزو آفة الجراد وحتى مضاعفة الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى تجاوز الفترة العصيبة بفضل تسيير الأنشطة المنسقة والموحدة. شاركت إريتريا في الاجتماع الوزاري 37 للاتحاد الإفريقي الذي انعقد في 13 و14 من أكتوبر عبر تقنية الفيديو. وبحث المجلس الوزاري التقارير المقدمة حول القضايا المؤسسية وأولويات الاتحاد الإفريقي. وأوضح وفد إريتريا المشارك في الاجتماع برئاسة مندوب إريتريا بالإنابة في الاتحاد الإفريقي والمفوضية الاقتصادية الإفريقية السيد بنيام برهي في الكلمات التي ألقاها في الاجتماع الوزاري والاجتماعات التمهيدية التي عقدت مسبقا مبدأ ورؤى إريتريا في المجالات مثار النقاش. وقال وفد إريتريا بشأن مسودة ميزانية الاتحاد الإفريقي لعام 2021 إن الاتحاد كان قد قرر عام 2015 الخروج من الاتكال على الآخرين وتنفيذ أنشطته من اشتراكات الأعضاء، غير أن الواقع بعيد عن هذا القرار، داعيا للعودة لهذا القرار الاستراتيجي والاعتماد على موارده الذاتية والاستفادة الجيدة من الموارد التي يحصل عليها من الدول الأعضاء والمصادر الأخرى، ووضع أولوياته والكف مؤقتا عن إقامة المؤسسات الجدية. أوضحت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا الدكتور ناليدي باندور في الكلمة التي ألقتها إن المؤتمر يعقد في ظرف استثنائي لمرض فيروس كورونا. كما أوضح رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي إن رد فعل القارة الإفريقية بشأن فيروس كورونا مشجع، ويعمل الاتحاد في هذه الأوضاع غير الطبيعية للإسراع بعملية النهضة.
وأشاد اجتماع المجلس الوزاري للاتحاد الإفريقي بجهود الدول الأعضاء لمكافحة فيروس كورونا، موصيا لمواصلة الجهود بقوة على مستوى القطر والإقليم والعالم، ووضع ميزانية 2021 للاتحاد وصادق على تشريعات وقوانين إدارية محسنة. تم حل مشكلة مياه مدينة نقفة بإرساء مشروع مياه في وغريد، ويشمل مشروع المياه المنفذ منذ عام 2018 بناء سدين وبئر وخزان مياه بسعة 740 برميل ونقاط لتوزيع المياه وأنابيب بطول 16 كيلومترا. أوضح السكان معاناتهم السابقة للحصول على المياه غير الصالحة التي تسبب الأمراض، معربين عن الارتياح لحل المشكلة وحصولهم على المياه لهم ولماشيتهم. وقال مدير مديرية نقفة السيد يعقوب إدريس إن معدات توليد الطاقة الشمسية بقوة 7.5 ميجاوات كجزء من مشروع المياه قد أسهمت كثيرا في حل المشكلة، مشيرا إلى أن هذه الخدمة التي بدأت في نقاط محدودة ستوسع قريبا في جميع نقاط التوزيع. قال المزارع النموذجي الذي يستعد لحصاد محصول وفير باستخدام بذور القمح المحسنة في غازاغوبو بمديرية مندفرة إن الجهد الدؤوب وتخصيب التربة طبيعيا باتباع الوسائل العلمية يؤدي لرفع الإنتاج. وأوضح المزارع صالح عمر في مناسبة تبادل التجارب المنظمة في 15 من أكتوبر بمناسبة يوم المزارع إن نوعين من بذور القمح المحسن الذي زرعه نما جيدا وبلغ مرحلة القطاف. وأوضح خبير البذور في مشتى الحلحل الزراعي الوطني سيد نقوسي إبراهام وخبير تنمية النباتات في الإقليم الجنوبي السيد برهان فرزقي إن هدف تنمية البذور المحسنة تمكين المزارعين من الحصول على هذه البذور لرفع إنتاجيتهم، وإن البذور المحسنة التي نشرت في الإقليم الجنوبي حققت نتائج مرضية. وذكر مسؤول وزارة الزراعة في مديرية مندفرة تقديم نوعين من بذور القمح المحسنة ل105 مزارع في قريتين. من جانبه أوضح مدير مديرية مندفر السيد إزقياس وهبة الجهود الحكومية لرفع إنتاجية المزارعين بتوفير البذور المحسنة والإرشادات المهنية، وطالب المزارعون توفير الحصادات الآلية لجمع المحصول في أوانه. يقوم سكان منطقة فيشي مرارة بمديرية قندع بإقليم شمال البحر الأحمر ابتداء من منتصف شهر أغسطس الماضي بتنظيم أنشطة نفير واسعة تركزت على حفظ المياه وحماية التربة وصيانة الطرق في مناطق فلفل وفيشي ومرارة. وأوضح المشرفون على العمل بأن المهام التي يشارك فيها حوالي 2000 شخص تهدف لصيانة الطرق المنجرفة وإصلاح مساقط المياه المنجرفة. وأوضح المشاركون بأنهم يساهمون في استقرار البيئة وحماية التربة وحفظ المياه ببناء المدرجات والحواجز المائية لحماية الحفائر من امتلائها بالطمي. تلقت الأسر المحتاجة في عد قبرو وعد يعقوب بمديرية بريخ دعما ماليا وعينيا. وتلقى المحتاجون في عد يعقوب 186 ألف نقفة و50 ألف نقفة للمحتاجين في عد قبرو. وقال مدير مديرية بريخ السيد تسفوف السهل زين في المناسبة إن التعاون من القيم الأساسية للشعب الإريتري. فاصل يا سيدات والسادة ونعود لمواصلة الأخبار. قالت سلطات بوركينا فاسو في بيان لها إن جماعات مسلحة قتلت نحو 20 شخصا في هجمات على 3 قرى في شمال البلاد. وقالت وزارة الاتصالات إن الهجمات وقعت على قرى دمنيول وبومبوفا وبتريجيس، وذلك بعد 10 أيام من قيام مسلحين بقتل 25 نازحا بالقرب من بلدة بيسيل على بعد نحو 140 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي.
ومن المقرر أن تجري البلاد انتخابات رئاسية في نوفمبر، إلا أن خبراء يخشون عدم قدرة الناخبين على التصويت خاصة في وسط وشمال البلاد، حيث يبدو أن الحكومة لا تتمتع بسيطرة كبيرة على بعض المناطق هناك. وانزلقت بوركينا فاسو إلى حالة من الفوضى خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث تستغل جماعات متشددة على صلة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية التوتر العرقي وإهمال الحكومة لمنطقة الشمال القاحلة لتحقيق أهدافها. وشهد هذا العام وحده مقتل المئات في عشرات الهجمات التي استهدفت المدنيين. وقالت الأمم المتحدة إن الهجمات شردت أكثر من 1,000,000 شخص. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد تجاريا على الاتحاد الأوروبي إذا فرض رسوما جمركية على المنتجات الأمريكية بعد موافقة منظمة التجارة العالمية على فرض الرسوم بسبب قضية بوينغ. وسمحت منظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع للاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات تجارية ضد الولايات المتحدة بنحو 4 مليارات دولار بسبب المساعدات غير المبررة من واشنطن لشركة بوينغ لصناعة الطائرات. وأكدت المفوضية الأوروبية أنها تفضل التفاوض مع الولايات المتحدة قبل فرض عقوبات تجارية، لكن لم يتضح إذا كان ترامب مستعدا لهذا المسار بناء على تهديده. وتفاخر ترامب بأنه فاز بحكم قبل عام أعطت بموجبه منظمة التجارة العالمية الضوء الأخضر لواشنطن لفرض رسوم على منتجات من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مقابل 7.5 مليارات دولار. اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تمدد موسكو وواشنطن لمدة عام وبدون شروط معاهدة نيو ستارت، آخر اتفاقية أساسية بين البلدين للحد من الأسلحة النووية. وتم التوقيع على اتفاقية ستارت الجديدة في إبريل 2020، لكنها دخلت حيز التنفيذ في فبراير 2011، وتبلغ مدة الاتفاقية 10 سنوات قابلة للتمديد. وطلب بوتين من وزير الخارجية سيرجي لافروف صياغة موقف لمحاولة التوصل إلى رد متسق نوعا ما على الأقل في المستقبل القريب. وازدادت حدة التوتر على مدى شهور بشأن مصير المعاهدة التي تحد عدد الرؤوس النووية التي بإمكان واشنطن وموسكو امتلاكها، وتنقضي مهلتها في 5 فبراير 2021. وأفادت الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع روسيا على تمديد المعاهدة، لكن موسكو سارعت برفض الشروط الأمريكية. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن المفاوضين عن الاتحاد الأوروبي سيزورون لندن الأسبوع المقبل لمواصلة المحادثات بشأن مرحلة ما بعد بريكسيت رغم تهديد بريطانيا بالتخلي عن المفاوضات. وأكدت فون دير لاين في تغريدة أن الفريق المفاوض سيتوجه إلى لندن الأسبوع المقبل لتكثيف هذه المفاوضات. وأكد مصدر أوروبي بدوره أن المملكة المتحدة وافقت على مواصلة المحادثات. وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أفاد أن بريطانيا ينبغي أن تكون مستعدة لفشل المفاوضات التجارية لمرحلة ما بعد بريكسيت مع الاتحاد الأوروبي ما لم يحصل تغيير جوهري في النهج الأوروبي. وصرح جونسون للتلفزيون البريطاني: لقد تخلوا عن فكرة اتفاق التبادل الحر ولم يطرأ أي تقدم من جانب بروكسل على حد تعبيره. انتهت نشرة أخبار مساء الجمعة، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.